هو احنا رجعنا لأيام الجاهلية الأولى. اللي حصل ده مع الطفلة سارة حمدي حاجة غريبة غريبة، يعني حاجة تقشعر لها الأبدان. نصلي على الرسول ونبتدي الفيديو وأقول لكم قصتها من طقطق لسلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سارة ضحية انفصال أب وزوجة، كانت الضحية فيها بنتهم سارة، تعتبر طفلة يا جماعة 17 سنة. الأب قام تخلى عن كل مشاعر الأبوة، دي من المشاعر دي ربنا بيديها لنا بالفطرة. أنا عايزة أشوف البني آدم ده زي ما انتوا شايفين صورته أهو، ده مش طبيعي في رأيي أنا، ده إنسان مش طبيعي. تعالوا نقول القصة يا سادة يا محترمين. البنت باباها ومامتها منفصلين، كانت بينها وبين باباها تروح وتيجي لحد ما جاء يوم هو قرر يخليها عنده. أول حاجة عملها راح عمل لها كشف عذرية في الوحدة، وربنا كرم البنت وطلعت سليمة وزي الفل. لا مش نبوس ايدنا وش وظهر ونحافظ على على الأمانة اللي معانا، لا، قام خدها وحطها في غرفة. الكلام اللي بيقال انه حفر لها حفرة عشان تقضي فيها حاجتها، يعني يا جماعة يا شباب يا صغيرين، تعمل فيها بيبي يرضي ربنا؟ زائد اني عرضها للتجويع والقسوة والضرب. كان قبل كده يا جماعة، قبل ما احبسها كان ضربها وعملوا بلاغ، فطلع منها براءة وتصالحوا والحوارات دي كلها. ما سكتش على كده، بعد ما عذبها وحطها في الأوضة دي وعمل لها حفرة فضل يجوعها تجويع. بعد ما البنت جسمها فضل يضعف وتتعب ما استحملتش. طب يا جماعة يا أهل الخير، فين مامتها؟ فين عمامها؟ فين خوالها؟ فين جيرانها؟ يا جماعة دي مش جريمة فرد واحد، دي جريمة الكل اللي حواليها. البنت الغلبانة، البنت الله يرحمها، عروسة الجنة، والله عروسة الجنة. يا رب أنت أكرم الأكرمين، يا رب أنت أكرم الأكرمين. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف البجاحة بتاعته، بعد ما توفت راح الوحدة يطلع لها تصريح بالدفن. دكتور محترم شافها قال لا، دي مش آثار حد متوفي وهو في سريره، لا، عينيها متنقرة من الجوع وجسمها ضعيف وباين عليها آثار تعذيب بالجوع. حولوها للطبيب الشرعي، طبعا الطبيب الشرعي قال دي ماتت بسبب الجوع، الأب قتلها بسبب الجوع بالتجويع والعذاب اللي كان بيعذبه لها. يعني احنا في موقف غريب 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 جدا. إنسان أو أب تخلى عن الفطرة وتخلى عن الأبوة. ليه ده كله؟ ليه ده كله؟ والله أنا صعيدية، أنا بستغرب إن يكون عندنا الكلام ده. لا طبعا احنا بناتنا بنشيلهم فوق دماغنا وبيتمنوا وبيتدلعوا علينا زينا زي أي مكان. يحصل حاجة زي كده، حاجة غريبة غريبة، ربنا يتولاها ويحتسبها من الشهداء. دعواتكم يا جماعة للبنت المظلومة دي، دعواتكم يا جماعة يحتسبها الله من الشهداء وعروسة في الجنة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله قلبي بيوجعني عليها. لا إله إلا الله. ادعوا لها يا جماعة في الكومنتات، ادعوا لها.